شو ما بدهم يتعشوا معنا؟ قال نتعشى نحن وهن بياكلوا بعدين. ايوه خليها تضل عم تزق صواني لنشوف شو اخرتها معها. وانتي خالتي؟ انا بدي اعمل فنجان اول ما بدي اكل. سلمى صبي لي شاي. ما بيصير ما تتدخلي، لك هذا رزقك، رزقك ورزق ابوكي، مو رزقها لحالها. يعني كل شغله بدها تتدخل، بصير هيك وما بصير هيك، لا تساوي هيك واعمل هيك، يعني والله هذا مو شغل. تشرف حضرتها، تنزل مع اخوك قاعد تشنقله وتنزل على سوق الخواريف، تشتري خواريف وتبيع خواريف، تقعد بالبايكه، لا تكون مو شايفتني رجال، معقول انا ماني رجال؟ يو ليش هيك عم تحكي ابن عمي؟ هلا ما بدنا نرجع ونفتق ونعيد بالقصه. هالمره بعثت لي الشيخ عبد العليم، وهذا شيخ الحاره ومن كباريتها، وانا ما بصير اغلط معه. الحق معك. الحق معك. شو استفدت انا من هذا الحكي؟ لك يا بنت الحلال، انا ما بدي اعلق مع الفريال. احترام علي واجب، بس مثل ما عم بحترمها بتحترمنا ولو. طب شو حتساوي هلا؟ والله ماني عرفان. ماني عرفان شو بدي اساوي. يعني اشتغل، اتسبب، والله حصل الديون. ابن عمي هلا الدين مو قلنا؟ معلوم لكم. خلص حصلوا. طيب وبركي سألتني شو مشان الحساب، جيب لي الأوراق والحسابات، أنا شو أعمل وقتها؟ بدك يعني روح احكي معها؟ لك معلوم لازم تحكي معها، لازم تفهميها إنه أنت أمينة على رزقك ورزق أبوكي أكثر منا. إذا ما عملتي هيك رح تضل تنق فوق راسنا ليل نهار، بدنا نقضي حياتنا نحن. لا تقبرني. وبكرة إذا إجاكي ولد رح تصير تتدخل بكل شيء، بدها تربيه وبدها تطعمه وبدها تحممه وبدها تشربه وناس بدها ترضعه. يعني هيك ما بيمشي الحال، بيمشي الحال هيك شيء حبيبتي؟ لا. عرفتي ليش لازم تحكي معها حبيبتي؟ خلص فهمت ابن عمي. جيبي لي أوعي. ليش ما بدك تنام هون؟ خلاص بنام هون، بس في عندي شغلة بدي اروح اقضيها وبرجع. بأمرك. السلام عليكم. شو صهري قال ما بدك تتعشى معنا؟ لا والله معدتي مو لقياني. معدتك؟ ايه معدتي. ما تعشي انتي؟ والله كنت عم مستناه. لا كلوا ان شاء الله صحة، وانا عندي شغل بدي اقضيه. قاعود لا تأخر الصبح الشغل. ها اكيد ما رح يتاخر، رزقه. بدك شيء؟ لا تقبرني سلامتك. تسلم لي المرضي انا. كبرت البيتنجانة ودندلت جراسها ونسيت قفة الهم اللي كانت على راسها. ولك نق لك على خشطة رائع مش تزبال وشاكل وردة.